بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أزف اللون، مرحبا بكم، صحة فطوركم، نتمنى تكونوا كامل بخير إن شاء الله وعلى خير. ودائما في سلسلة الحلويات العيد. اليوم جبت لكم مقروط الكوشة محشي باللوز. صدقوني واحد المقروط الله يبارك الله يبارك، جات طري طري مبسس ويذوب في الفم ومعسل حتى القلب. نتمنى تجربوا الوصفة هذه غير بالسميد بلا فرينة، وتوجدوه يعني يتوجد بالخف. مقروط لازم يكون في على طاولة العيد الجزائرية. بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة إلى الوصفة والمقادير. هنا عندي 3 كيلات هكذا تاع السميد، ديروا كيلة اللي حبيتو. دونك 3 كيلات سميد متوسط. انا استعملت لوغونا. انا رايحه مضطره اني نهضر كذلك بالفرنسيه لاني جاتني تعليقات، وكاين انا الناس يعني اللي يتبعوني ما يفهموش العربيه، على هذا لازم نفسر لهم تاني بالفرنسيه. هنا درت مغرفه صغيره ملح، 3 ميزور دو سمول موين، moi j'ai utilisé le renard et une petite cuillère à café de sel. on mélange bien، نخلطوا السميد مع الملح. ومن بعد هنا ذوبت السمن، جي في فوندر لو سمن و لو بور، انا نفضل السمن دو بريفيرونس. وخليته برد شويه ومن بعد زدت عليه الزيت، جي راجوتي ان بو دويل. دونك الكيله تاع السمن ما تكونش معمره، يعني تنقصوا 1 سنتيمتر. وكي تبرد هذيك السمن ما ديروش السمن هو سخون في السميده، ورايح لازم يكون يعني شويه بارد، يكون دافي. المهم تكملوا عليها بالزيت وتبداو تفرغوا بشويه شويه وتفتلوا. Donc on rajoute la matière grasse à la semoule et on frotte entre les mains. هاد العمليه ديروا طولوا شويه فيها، واحد 10 دقائق ولا المهم على حسب واش وقتكم. on frotte comme ça la semoule entre les mains à peu près 10 minutes باش هذاك السميد يتشرب مليح مليح هذاك اليدان. شوفوا هاد الوصفه ما فيهاش الفرينه. هنا عندي كميه تاع اللوز بالقشور وبلا القشور، دونك لا جي ان بو دو دي زاموند que j'avais torréfié au four، حمستهم في الفرن avec la peau et sans la peau. هكذا تخلطوا، ما ديروش كاع بالقشور وما ديروش، يعني خلطوا شويه شويه ومن بعد ترحيوه. دونك لا اون ميكسي لي زاموند، تخلوه يبرد شويه قبل ما ترحوه. شوفوا هنا رحيناه خشين، فوالا جديزي. وهنا واش راح ندير، هنا رايحه نكيه 3 كيلات. دونك لا جو في mesurer 3 mesures de des amandes qu'on avait mixé. دونك هنا عندنا 3 كيلات، انا درت 3 كيلات تاع اللوز. شوفوا انايا اللوز جات قعد لي شويه. الكيله هذه اللي استعملت، لازم الكيله اللي تكيلو بها اللوز تكون صغيره على الكيله تاع اللي تكيلو بها السميد. كيله تاع السميد تكون كبيره بصح هذه تكون صغيره. هنا رايحه ندير كيس تاع سكر فانيلا. دونك جو في ميتر ان ساشي دو سكر فانيي، ولا ديروا فانيلا بودره ولا اي فاني عندكم، ولا باردون لا فاني بودر. et là je vais rajouter un demi bol le même bol السكر كريستاليزي. هنا زدت نصف كيله تاع السكر، نص كيله، ما ديروش كيله كامله سينو رايحه تجيكم قاصحه لا فاكس تاعكم لانه حنطيبوه في الفرن. هنا خلطت السكر واللوز والسكر فانيلا ورايحه نعاود نرحيهم. دونك لا جو في لي ريميكسي encore une deuxième fois. شوفوا بعد ما رحيتهم كيفاش جاو. هنا واش راح ندير، راح نزيد مغرفه السمن. هذا السمن راح يعطيني طراوه وبنه في الحشوه تاعي. دونك اون كويير اسوب دو سمن او دو بور. هنا تحكوها مليح 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 حتى تتشرب كامل. انا استعملت هذه الوليمه هايله صراحه، طريه وتاني بنينه وريحتها شابه. وهنا تاني القرفه لازم تكون في الحشوه. انا ندير القرفه كما يعني مقروط تاع زمان. دونك اون كويير كافي دو كانيل. هنا وجدت حبه بيض، دونك جي ضربت حبه بيض، جي باتو ان نوف. هذه الحبه بيض رايحه يعني الحشو تاعنا راح يجي متماسك هكذا باش تكونوا يعني سيغ بلي ما تخرج لكمش الحشوه من العجين. وتاني تمد لها ثاني واحد واش نقول لكم الطراوه.
هنا شوفوا بعد ما خلطت كلش هنا رايحه نجمع الحشوه تاعي بما زهر. دونك لا جو في راجوتي لو دو فلور دورانجي. لا جي با ميزوري، هنا ما عنديش يعني ما كيلتش درت عيني ميزاني. المهم حتى تطمع عندكم العجينه ما تجيش يابسه وما تجيش طريه بزاف. هنا التالي لازم تعجنوها. دونك دو بيان مالاكسي لا فارس. Donc là pour l'eau de fleur d'oranger, vous mettez jusqu'à ce que vous obtiendrez une pâte qui n'est pas dure et qui ne colle pas entre les mains. انا هنا كنت نخدم بالكون باش يساعدني. شوفوا كي تكوروها هكا تجي شاده روحها، الحشو جات طري او طري. هنا بالنسبه للسميد تاعي انايا بعد ما فتلته كامل في ليدام خليته بات ليله كامله، ولا خلوه على الاقل ساعه ولا زوج ولا ثلاثه. دونك moi j'ai laissé la semoule reposer toute une nuit juste dans la matière grasse. Là on va commencer à rajouter l'eau. Là on a de l'eau et l'eau de fleur d'oranger. انا هنا الكيله تاعي ما عمرتهاش بصح في الاخر رفد لي كيله كامله، يعني كل سميد كيفاش يمتص. دونك j'ai utilisé un bol parce que après j'ai rajouté là il était pas bien plein mais j'avais rajouté l'eau de fleur d'oranger. شوفوا هنايا درت نص الكميه. Donc là au début on met juste la moitié. On va laisser la semoule reposer au moins une demi-heure. راح نخلو العجينه هذه بعد ما شمخناها بنص الكميه. هنا ما تعجنوش غير طموها، المقروط كامل على بالكم بلي ما يتعجنش. Donc il faut jamais pétrir le macarotte. On le ramasse comme ça avec les bouts des doigts. هكذا راح نغطيه ونخليه يتشرب. On va laisser il va absorber l'eau qu'on avait mis, l'eau de fleur d'oranger. خلوه على الاقل نص ساعه. هنا كنت كورت الحشوه تاعي. donc j'avais fait des petites boules de farce. Et là j'ai retourné à la semoule. هنايا دوكا نعاودو نولو لهذاك المقروط تاعنا. شوفوك بعد ما تشرب شوفوا كيفاش شغل حكم مليح روحو. هنا نبدا نكمل هذيك الكميه وانا قلت لكم زدت يعني الامانه هذا انا الاخر الكميه هذه خدات لي كامل هذيك الكيله تاع الماء والمزهر. دونك نتوما عسوا شوفوا على حسب السميد تاعكم. لازم انا نظن انه كيله تديها يعني اي نوعيه تاع السميد، المهم يكون السميد متوسط. راح نخليه تاني هنا بعد ما زدت له ديك يعني الماء هذاك راح نزيد نخليه يرتاح غير 2 دقائق. جو في ليسي اوبوزي جوست 2 مينوت. شوفوا كي ديروا هكا كره ترموها ما تتشققش هكذايا. حب يقول باللي خلاص المقروط يعني راه واجد ما نزيدولوش يعني الماء هكذا. نخليه 2 دقائق وريحه ومن بعد نوزن. عفوا. هادو لي بولات تاع سميد وزنتهم 40 غرام. دونك لا جي لي بيزي 40 غرام et la farce 15 غرام والحشوه 15 غرام. يعني دائما الحشوه تكون اقل من العجين، هذه حاجه يعني باينه. وانا درتهم كامل وغطيتهم. ومن بعد هناك توجدوا كل حاجه، توجدوا السنيوه، توجدوا المول تاعكم، شويه زيت هكا تكون وجدتوا كل حاجه هكذا باش تجيكم الخدمه سهله وتكملوا يعني تكملوا بالخف. المول تاعكم تدهنوه برك خطره. Donc là je vais mettre un peu d'huile dans le moi j'ai utilisé ce moule ou sinon vous pouvez le faire si vous n'avez pas ce moule vous pouvez le faire مقروط des losanges comme on fait comme la recette traditionnelle لانه هدايا مقروط بريستيج. فوالا دوك واش ندير انا بعد ما دهنت المول تاعي نحكم حبه عجينه نحلها بين راحه اليدين ونحط هذيك الحشوه ونضغط مليح باش نخرج هذاك الهواء اللي يكون لداخل باش كي طيب ما تتشققش ما تتحلش. تضغطوا مليح ومن بعد هكا ديروها كره. لازم تغلقوها مليح هذيك الحشوه كاع ما لازمش تبان. فوالا ومن بعد تحطوها لداخل هذاك المول هكذا تسقموها ومن بعد دوروها
وتحطوها على الطابله وتبداو تضغطوا. il faut bien appuyer pour باش يخرج لكم هذاك الشكل الجميل pour avoir le l'empreinte du moule. فوالا هاي لك كيفاش خرجت شابه. ومن بعد ترفدوها غير هكا في الوسط وتحطوها في الصينيه تاعكم. انا الصينيه درت لها ورق طي، تحبوا ما ديروش لانه المقروط فيه الزيت ومش راح يلصق لكم. بصح باش تكون عندكم يعني خدمه نقيه وهذه من الاحسن ديروا. نزيد ندير معكم حبات تانية وخليكم هكا مع الصوره كما فهمتكم. تضغطوا تخرجوا هذاك الهواء وتغلقوها مليح حتى الحشوه هذيك تقع تولي ما تبانش. قبل ما تكملوا كامل تخدموا المقروط تاعكم تشعلوا الفرن باش يسخن شويه. على انا درتو على 180 درجه، وانا درت شالور تورنونت يعني شعلته من الفوق ومن التحت. دونك جي ريشوفي مون فور على 180 دوغري. وهذه هي. والمقروط تاعكم لازم يطيب شويه حمر، ما طيبوش بك هذاك الصفر تنحوه. يقدر يكون ماشي طيب مليح يبقى خضر ويقدر يخسر لكم. انا برك هنايا نسيت ما تقبتهمش قبل ما نديرهم يطيبوا باش هكذا كي نعسلوهم يدخل مليح العسل داك الداخل. بصح معليش عاود غير خرجوا من الفرن وهما سخونين تقبتهم. يفو ماتر دي ترو افيك ان كوردون بور كو لي ماكروت ابسورب بيان لو ميل. هذا العسل الاولاني درت له مزهر وهذا الثاني ما درتلوش. دونك هذا خفيف وهذا ثقيل. وشنو المقروط تاعكم انا هنا كان بارد والعسل سخون، والعكس بلا كان المقروط سخون العسل يكون بارد. هذه قاعده كامل تعرفوها باش المقروط تاعنا كي نعسلوه ما يتعجنش. دونك لا لو ميل لي دو كاسرول دو ميل je l'ai bien chauffé et mes maquereaux ils sont froids. Donc soit le maquereau il est chaud et le miel il est froid, ou c'est le contraire. Donc هنايا هذه فيها المزهر. Donc là j'avais mis un petit verre d'eau de fleur d'oranger dans la première casserole, dans le miel du commerce. Et la deuxième je l'ai mis pur, j'ai rien rajouté. Donc là on va le laisser bien longtemps. خلوه مده طويله، خلوه حتى يتشرب. والعسل هنا لازم تكون سخونه مليح. انا سخنتها مليح تكون المقروط تاعي كان بارد خاطر انا كنت طيبته في الليل وغد من داك باش كملت له. هنا وريت لكم هذاك العسل اللي مليح ثقيل. دونك كي نحوه من العسل الاولاني اللي فيه مزهر نعاودو نديروه في الثانيه. دونك on le met dans la première casserole où il y a le miel avec l'eau de fleur d'oranger, on le remet dans la deuxième. العسل الثاني جاي ثقيل باش يزيد يعطي له هذيك باش شغل يزيد يتشرب في العسيله بيان ويجي شغل يبرق. انا استعملت عسل المرجان صراحه يعجبني بزاف، الذوق تاعو بنين وما يجيش قاصح. شوفوا هنايا بعد ما عسلتهم خليتهم بزاف العسل. هنا عندي المكسرات راح عندي هنا اللوز حمصته. لازم حمصوا اللوز تاعكم لانه كاين الناس تكون عندهم حساسيه كما انا عندي حساسيه تاع المكسرات. دونك حمصت اللوز وتاني يجي بنين. نوع كاجو ما حمستوش خليته كيما راهو ابيض، حبيتش نبدل اللون تاعو. هنا رايحه ندير المكسرات في العسل. دونك لا جو في ميتر مي fruits secs dans le miel باش يلصقوا لنا في المقروط وثاني يجوا يبرقوا يجوا يلمعوا. تقدروا ديروا الجوز، البيستاش، نوات اسمه البندق اللي هو لا نوازات، بوفي مات سكو فولي. هنا عندي نزين حبه لوز وحبه نوات كاجو، وكانوا عندي هنايا لي فروي كونفي هكذايا قطعتهم صاوني نزين بهم. كانت عندي كيوي ولانجاس وتشينا المهم مجموعه من فواكه الجافه اللي قطعتها، هي جافه وطريه في نفس الوقت. هذول نديروهم في لي كيك ونديروهم في لا بريوش دي روا جو بونس هكا يسموها.
المهم انا شوفوا بعد ما كملت كامل المقروطات تاعي زينتهم، شوفوا الشكل تاعهم جا بزاف شباب وجا بزاف راقي. صدقوني المقروط هذا جا روعه روعه روعه، يعني بدون مبالغه. نتمنى انكم تجربوه. هنا حبيت نقسم معاكم حبه باش تشوفوا كيفاش، شوفوا كشي حيتقسم. كنت حنرفدها وليت خليتها في طبسي. والله المس يعني جاز هكذا بكل سهوله. شوفوا هذيك الحشوه كيفاش جات طريه وجا معسل حتى للقلب. ها ولك الصوره تهدر على روحها. نتمنى انكم تجربوه، ونتمنى انها تعجبكم الوصفه، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.